بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير يا رب. النهاردة انا هعمل لكم شوربة عدس. هستعمل معاها ايه؟ هستعمل معاها العدس، انا غسلته تمام. هستعمل معاها بصل، جزر، طماطم، توم، شوربة، مكرونة شعرية تمام. والبصل ده، البصلة دي انا برضو هستعملها، البصلة دي هحطها مع العدس وهو بيتسلق. ودي هوريكم انا هعمل فيها ايه. خليكم معايا وصلوا على رسول الله، عليك افضل الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. وادعوا لاهل غزة وفلسطين ربنا يفك كربهم وينصرهم. خليكم معايا. بصوا يا حبايب قلبي، بسم الله الرحمن الرحيم. اول خطوه هنعملها البصلايه اللي انا مقطعاها طرنشات كده علشان احمرها تمام. انا طبعا شيفات كتير بيعملوه بطريقه تانية، طبعا ليهم كل الحب والتقدير لشخصهم، بس يعني زي ما بيقولوا كده ايه، كل شيخ وله طريقه. يعني انا الحمد لله انا ليا طريقتي الخاصه بيا، وانا بحب اعمله بالطريقه دي. يعني يمكن انا ما شفتش حد عمله بنفس الطريقه. هي طريقه سهله جدا، خليكم معايا. وطبعا طريقه متواضعه، انا طبعا كل الشيفات احسن مني بكتير، وربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب. خليكم معايا وشوفوا طريقتي، وان شاء الله باذن الله هتعجبكم. صلوا على رسول الله. بصوا يا حبايبي، البصله اتحمرت اهي، هبدا انشلها واحمر الشعريه مكانها. خليكم معايا. نشلت البصله يا حبايب وحطيت الشعريه اهي تمام. هحمرها وهقول لكم هنعمل ايه تاني. صلوا على رسول الله. الميه اهي غليت، هبدا احط العدس، الجزر، بصل، توم، طماطم، التقلية اللي انا قليتها، البصل اللي قليته تمام. هسيبه بقى ياخد ويدي مع بعضه لحد ما يستوي، وهوريكم هنعمل فيه ايه. انا حطيت الحاجات دي كلها مكان الزيت والسمنة اللي انا حمرت فيها الشعرية ونشلتها اهي ماشي، وحمرت البصلة اللي انا حطيتها هنا. خليكم معايا. بصوا حبايب قلبي، العدس اهو اخد وده مع بعضه واستوى اهو. هعمل بقى الخطوة الجاية ايه، انا معاكم خطوة بخطوة اهو. هاخد العدس ده واضربه في الخلاط تمام. خليكم معايا. بصوا حبايبي اهو بضربه في الخلاط، وهرده تاني في الحلة وهقول لكم انا هعمل فيه ايه. بصوا حبايبي ضربته في الخلاط اهو، وهبدأ احط عليه الشوربة تمام. وهبدأ احط المكرونة الشعرية اللي انا حمرتها ونشلتها. هتاخد غلوتين بقى ونلاقيها استوت. هبدأ احط التوابل اللي اتفقنا عليها، الكمون والفلفل الاسمر. دوق بس. حط الملح،
مش قادرة اقول لكم على طعمه، خرافة. بس هنسيبه ياخد غلوتين بقى، الشعرية هتستوي، والف هنا وشفا اللي هي. صلوا على رسول الله. بص يا حبايبي، وده كان الشكل النهائي لشوربة العدس. مش قادرة اوصف لكم جمالها، طعمها خطير خطير خطير، كهرمان. هيتاكل معاها العيش الناشف الجميل ده المحمص ده، ماشي، وهيتاكل معاها البصل. انا عامله بصله كده بخل، وعامله معاها قرنين فلفل. ايه رايكم؟ تعالوا كلوا بقى. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. انا كنت سعيده ان انا معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.